السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم بفيديو جديد. ربنا يا رب يعافينا جميعا من الأمراض. عايزة أقول لكم يا جماعة، جايلكم بفيديو غريب وفيديو جديد، عشان أقول لكم، أكلمكم على الفوائد السحرية والجميلة بجد بتاعة البقدونس والخضار أو الحاجات الطبيعية عامة. يا ريت نرجع مثلا حاجات زي الحلبة، زي البقدونس، زي الكزبرة، زي الشبت، الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. و انا ليه انت جيتي تكلمي النهارده عن البقدونس؟ لان فعلا كانت الكليه بتاعتي تعبانه جدا، وكنت يعتبر في ميه نار على الكليه بتاعتي. وعايزه اقول لكم كنت تعبانه جدا. انا بس يا دوب اكلت بقدونس فريش وشربت كوبايه ميه، بدات اهدى شويه. غليت شوية حلبة. عايزة اقول لكم بأمانة، هوصل لكم اللي انا عملته عشان ما يعني ايه، يبقى صدق الحديث يعني. عملت بقى غليت بقدونس فريش، وهي غلوة واحدة مش كتير عشان ما يفقدش العناصر الغذائية بتاعته. وحلو شوية حلبة، وحطيت شاي اخضر ومريمية. عايزة اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله، كأني خدت علاج بالظبط، وعلاج فوري. انا حبيت اقول لكم كده لانه ممكن يمشي مع حد او ممكن ما يمشيش على حد لو عنده حاجات للكلى مزمنه يعني. لكن ده اللي عايزه اقول لكم، دي حاجه فادتني فحبيت اطلع اتكلم عليها، وحاجه متاحه وحاجه رخيصه. رجعوا يا جماعه كلوا ودخلوا في اكلكم الحاجات الطبيعيه. طبعا كده كده انا بدخلهم في الاكل. الخضار عامه ما بيقطعش من عندي، لكن انا حبيت اقول لكم ان ايه قد ايه جمال البقدونس. عايزه اقول لكم كاني قسما بالله خدت حبايه يعني فوريه، حبيت مسكن فوريه. وغير طبعا ان هي بتنزل السموم او بتنزل الاملاح اللي على الجسم، او بتصفي الاملاح اللي على الجسم. طبعا هو مفيد للكلى، مفيد للكبد، ومفيد للجسم عامه. البقدونس ده يا جماعه، عايزه اقول لكم يعني دهب من عند ربنا، فيا ريت نستخدمه استخدام صح. و... مش هتكلم كتير، انا حاطه لكم طبعا كلام على الفيديو. وحبيت اقول لكم عن تجربه شخصيه، لان هو فعلا سحر. حطوه جنب الاكل، دخلوه في الاكل، كلوه بس كده. كلوه مع حته جبنه. عايزه اقول لكم هيبقى تحفه مع الاكل كله، طبعا هيبقى تحفه. وبألف هنا طبعا على قلوبكم. بس انا بقول لكم يعني ده بينظف السموم، بيعمل ايه. حبيت اقول لكم على اللي انا عملته، ودي كانت تجربتي مع البقدونس. حل سحري بجد قسما بالله. اللي ما عندوش بقدونس في بيته، او مكسل يجيبه، او بينسى يجيبه، يبقى غلطان جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم طبعا في متابعين لينا على القناه بيقولوا ان انتوا ما عندوش بتنزلوا فيديوهات طبخ ليه. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد، انا الواحد بينقهر وقلبه بيوجعه من جوه قسما بالله من اللي بيشوفه، من اللي بيشوفه حواليه، يعني واهل فلسطين والحاجات اللي حوالينا. انا فيديو واحد كفيل يخليني اقعد بس ابص للاكل كده واقول انا هاكل الاكل دوت واخواتي جعانين، او الناس اللي جنبنا جعانين، او ناس جعانه بجد. قسما بالله انا قلبي بيوجعني لما بشوف ناس كده. فحرام، انا بستحرم بصراحه انزل الاكل او كده كده. مش عايزه اقول لكم ان احنا مش بناكل او عايشين او مش عايشين او كده، طبعا عايشين الحمد لله وفي استقرار وكل حاجه. لكن انا استحرمت انزل وصفات اكل او انزل الاكل، والناس جنبنا، وناس اخواتنا مش لاقيين هناك يعني مفيش لاقيين حتى لقمة العيش ياكلوها. فده كان ردي على المتابعين اللي بعتوا لنا انتوا اللي ما عندوش بتنزلوا فيديوهات للطبخ وكده. ان شاء الله يوم ان شاء الله باذن الله، احتفالا بنصر اخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. نصرا عزيزا مقتدر يا رب العالمين، وينصر كل المستضعفين في الأرض يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله. انصر إخواننا في كل مكان والمستضعفين في الأرض يا كريم. إن شاء الله احتفالا بيهم وبنصرهم إن شاء الله نعمل مائدة كبيرة ونبقى كلنا فرحانين. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، مش عايزة أطول عليكم. ودايما ادعوا، ما تنسوش إخواتنا. ما تنسوش إخواتنا في دعائكم. عايزة أقول لكم إن فلسطين عاصمة القدس، وعمرها ما تبقى عاصمة لأي حاجة تانية. واحنا يعني بنتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.